السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا أنا آسفة على الانقطاع لأنه دا أنقطع بسبب تفاعل ماكو أو تشجيع ماكو. فأني أنقطع. هسه رجعت لكم وإن شاء الله يا رب تتفاعلون وياي وتشجعوني حتى أصور فيديوهات أكثر. أتمنى من عندكم التشجيع إلي وصعدوا لي قناتي. فأني هسه اليوم سويت كيكة، إن شاء الله يا رب تعجبكم هاي الطريقة. أتمنى تشوفون الفيديو وتشاركوه. هاي حبايبي شوفوا شلون مكوناتها كلها موجودة بالبيت وهشة واسفنجية وبدون أي إضافات، يعني شوفوا لا محسن ولا أي شيء. شوف حبايبي شلون شوفوها. إن شاء الله يا ربي تعجبكم. هسه راح نبدي الطريقة وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. وهاي حبايبي حضرت طبعا القالب هذا القالب أحب دائما أستخدمه أني للكيك. القالب مالتنا القديم مال البيت القديم أحب أستخدمه دائما للكيك. واللي ما عنده هذا القالب يقدر يستخدم قالب الجرانيت أو أي قالب يعجبه. طبعا أنا هنا راح أدهن هذا القالب، أدهنه بالراشي أو الطحينة حسب كل دولة اللي إلها اسم. احنا بالنسبة لنا بالعراق نسميه الراشي. هنا راح أدهنه، واللي ما عنده راشي يقدر يدهنه بالزبد، واللي ما عنده زبد يقدر يدهنه بالزيت والطحين. هسه شوف حبايبي هنا خليت الكمية المناسبة. أنا طبعا دائما أحب أدهنه بالراشي لأن الراشي تتماسك الكيكة وما تلزق بقاعدة القالب. هاي دهنته كل زين ونخلي الكمية المناسبة للقالب وندهن بيه كل زين، كل الأطراف تندهن زين. شوفوا شلون حبايبي دهنته. وهسه راح أخلي رشة طحين قليل. هاي شوفوا حبايبي، وأبقى أسوي بيه هالشكل حتى القالب كله يصير بيه طحين. هاي دهنت القالب كله زين. هسه راح أخلي هذا القالب على جهة وراح أبدي وياكم بالمواد الجافة. هنا أنا حضرت 3 أكواب طحين وخاشوقة مال طعام بيكنج باودر. هنا بديت أنخلها لأنه ضروري إن نخله أو نغربله، ضروري حتى الهواء يدخل بطن الطحين. ها حبايبي شوفوا شلون. وراح أخليه خاشوقة مال طعام مليانة بيكنج باودر. شوفوا حبايبي، وهم راح نخلها ويا الطحين تكون المواد الجافة كلها كاملة. راح أخليها همين على جهة وأبدي وياكم بالمواد السائلة. هنا أنا محضرة البيض بحرارة المطبخ. شوفوا حبايبي هنا 3 بيضات، حضرت 3 بيضات. وهاي راح أبدي أخلط بيهم. هسه هنا محضرة كوب و3/4 الكوب شكر. هاي حبايبي راح أضيفه ويا البيض تدريجيا وأخلط بيهم. هاي طبعا أخلط بهاي المواد السائلة، أخلطها لمدة 8 دقائق حتى يرتفع عندي البيض ويتضاعف أكثر. هنا حبايبي ضفت الشكر تدريجيا. شوفوا حبايبي شلون بدأ يتضاعف عندنا البيض والشكر. ضفت الشكر كله. شوفوا شلون حبايبي. وهنا 3/4 الكوب زيت هم راح أضيفه تدريجيا وأخلط بيه. شوفوا شلون حبايبي هم تدريجيا أبدي بيه.
خلطتها كل زين وبدأ يتضاعف عندي البيض. شوفوا شلون يصير لونه على لون كريمي أو ينطي للبياض. هنا خاشوقة صغيرة فانيلا سائلة، واللي ما عنده فانيلا سائلة يقدر يضيف فانيلا أكياس. وهنا أنا هم ضفت نكهة البرتقال قليل، هم خاشوقة صغيرة. واللي ما عنده نكهة البرتقال يقدر يبرش برتقالة. ها حبايبي خلطت المواد السائلة كل زين. وهنا أنا راح أضيف طبعا حليب 3/4 الكوب حليب بحرارة الغرفة أو دافي. هاي شوفوا حبايبي شلون راح أخلط المواد السائلة كلها سوا. شوفوا شلون تضاعفت عندنا المواد هاي كلها. هي لمدة 8 دقائق نخلط المواد السائلة كلها سوا. هسه راح أترك هذا الخلاط، راح أخلطها بإيدي. راح أخلط المواد الجافة والمواد السائلة تدريجيا، أضيف الطحين والبيكنج باودر وأبدي أخلط بيه. شوف حبايبي شلون أخلطها. هاي السباستولا دائما أحب أخلط بيها. هاي انخلطت يعني الكيكة. نخلطها كل زين حتى لا تكون تكتلات الطحين بيها. هاي سويت الطحين على 3 دفعات وراح أخلطها كل زين يصير خليطها ناعم. هاي حبايبي شوف شلون خلطتها. أتمنى من عندكم التشجيع علي حتى أكثر بالفيديوهات. هاي شوفوا حبايبي الخليط صار ناعم عندي. هسه راح أسوي لكم الخطوة الثالثة. طبعا هاي مكان المحسن. هنا محضرة خاشوقة خل أبيض وراح أضيف نص خاشوقة صودة مال كوب، نص خاشوقة كوب صودة راح أضيفها ويا الخل ويتفاعل باعو. أول ما تفور أضيفها على خليط الكيك وأبدي بيها أخلط بيها كل زين. هاي مكان المحسن تكون الكيكة هشة واسفنجية. نخلط بيها زين. هسه راح أضيفها بالقالب وأخليها بالفرن على درجة 180 لمدة 55 دقيقة. طبعا أول ما نشغل الأسفل وبعدين نشغل الأعلى. ها حبايبي وهاي ضروري نسوي هاي الحركة حتى يطلع الهواء من الخليط وأدخلها بالفرن لمدة 55 دقيقة. هاي حبايبي شوفوا شلون. طبعا أنا ما أشغل الفرن بالبداية، أشغله أول ما أخلي الكيك. هاي حبايبي خليتها بالفرن. هنا كملت وإن شاء الله يا ربي تعجبكم هاي الطريقة مال الكيك. شوفوا حبايبي هاي دخلت العود طبعا مستوية والحمد لله والشكر. إن شاء الله يا ربي تعجبكم هاي الطريقة وألف عافية حبايبي. واشتركوا بالقناة وكبروا قناتي حبايبي حتى أكمل وياكم. بس